لازم تحقق أهدافك. أول حاجة إن أنت مطالب إن أنت تحقق أهدافك. أصل أنت هتعمل إيه غير إن أنت تحقق أهدافك في الحياة؟ هو ده اللي مطلوب منك وربنا أمرك بيه. طب لو أنا مثلا معرفتش مثلا أحقق أهدافي أو كده، أهم حاجة إن أنت تسعى. يعني أنت طالما أنت سعيد في الحاجة اللي أنت عايزها وهدفك، خلاص يعني توكل على الله وهو ربنا أكيد عمل لك خير. أو مش لازم تنجح في الحياة، بس إن أنت سعيد ده حاجة كويسة. دي حاجة عشان في ناس بتحبطك وعايزينك إن أنت متنجحش. انت تحاول تعكس لهم الكلام ده خالص. يعني انت تعمل اقصى حاجة عندك ان انت توري الناس دي ان انت ما شاء الله ناجح وكده. هو حتى ان انت عايز تنجح، حتى لو انت ما نجحتش او حصل حاجة، بس انت من جواك الحمد لله انت راضي. ومهما اي حد يقول عليك مثلا حاجة، خلاص نبقى انت عندك ثقة إن انا عملت اللي عليا الحمد لله. تالت حاجة، ازاي اعرف اهدافي؟ بص الصراحة الموضوع ده بيبقى صعب ومش كله بيعرفه غير لما بيقعد يجرب كتير ويقعد مع نفسه ويفهم نفسه ان هو عايز ايه. مفيش حد هيجي يقولك ان انت تنجح، او حد يقولك ان انت شاطر وكده، غير طبعا ناس قليلة. بس ان انت هتعرف ايه هدفك ده مع الوقت. يعني في ناس بتبقى عندها 30 و40 سنة لسه معرفوش او بيبقوا عارفين بس يعني لسه ما نجحوش. ما انت متتضايقش ان انت لسه ما نجحتش، لا في ناس عادي لسه كتير ما نجحتش. اهم حاجه متقارنش نفسك بحد، او ان انت تقول ليه ده اعلى مني وكده. كل واحد له حياته وكل واحد ليه رزقه. وبس كده يعني. سلام.